السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، موعد جديد مع كرة القدم الإفريقية هنا وبالتحديد في هذا المشهد المهيب هنا في ملعب اللقاء استاد القاهرة الدولي اللي بيستضيف اللقاء الإياب، لقاء العودة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام 2024. هذه هي المباراة المرتقبة المنتظرة في مواعيد كبرى هنا القلعة الحمراء. الأهلي حامل لقب البطولة صاحب الأرقام القياسية والبحث عن النجمة 12 هنا والوصول للمباراة النهائية للمرة 17 في تاريخه، رحلة البحث عن التتويج الجديد. النهارده احمد عبد القادر هو اللي بيلعب امامنا اهو في هذا الجانب، بدا يشتغل. ادي احمد عبد القادر، استلام حلو عبد القادر، مباراه جانبيه. لسه اللقاء. ادي البدايه، اول دقيقه انطلاقه علي معلول والخبرات، ولكن على طول التغطيه امام موجود دكه بدلاء. ادي الانطلاقه خطير، اللاعب كنزومبي علي معلول وكنزومبي، لكن خبره علي على طول. يا ولد يا ولد يا علي معلول، علي معلول امامنا هو. مباراه مهمه لان الاهلي لازم يسجل مبكرا النهارده في هذه الليله. الرقم اللي كان مسجل باسم ايمانويل جوزيه ايضا 19 مباراه اماميه. كوره المساحات، وادي امامنا كوره اماميه لكن سريعه على عمرو السولية. كوره اماميه، اول كوره خطيره، حارس مرمى عملاق الحارس السنغالي. لكن مره ثانيه احمد نبيل كوكا في وسط الملعب، كوكا واكرم وسام، لكن الاستلام من وسام ما كانش كويس. ترجع مره ثانيه انطلاقه زيمانجا خطير يا ولد على الفدائيه والروح. برافو يا اكرم اللي بينطلق. ادي انطلاقات بيرسي تاو، لما حلو بيرسي تاو الجنوب افريقي. ترجع مره ثانيه عمرو السولية يلعبها حلوه، عدت كره عدت اللقاء، لكن امامنا هو رمي تماس الاهلي، لعبت على طول علي معلول، عرضيه حلوه علي معلول. ادي اول كره، اول مسانده هجوميه من تحرك امامنا من جانب اللاعب تشيكومب، لكن مقطوعه بالاهلي. احمد نبيل كوكا، تمريره كوكا سجل هدف امامنا هو اللي بنشوفه النهارده. التعديل الوحيد بوجود بيرسي تاو مكان المغربي نصيب. انطلاقه حلوه علي معلول، يا ولد حلوه السولية، هي لكن حارس المرمى، لكن فاتي امامنا هو عمرو السولية يضيع جمله حلوه اتعملت من علي معلول، وكان هيسجل عمرو السولية امامنا هنا. واحد من الكرات اللي دايما اتعودنا ان عمرو سجل عمرو السولية حضور في المباريات السابقة. بيرسي تاو فاتي، ضغط أهلاوي، المرمى الخالي، لكن ضاعت الفرصة. الأهلي الأجل سجل عمرو السولية حضور في المباريات السابقة. بيرسي تاو فاتي، ضغط أهلاوي، المرمى الخالي، لكن ضاعت الفرصة. الأهلي أمامنا هو في هذه اللقطة. بالدم بالروح، أفريقيا مش هتروح. جمهور الاهلي بص، كرة حلوه اهلي. احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق، اكرم كتاب خاص لاكرم الحقيقه من جمهور الاهلي. مره ثانيه رامي، تمريره بينيه، رامي بيتقدم عودته وايضا ثبت اقدامه. مره ثانيه هنا اكرم عنده الشخصيه. اكرم تمريره الى علي معلول، عرضيه، لكن هناك رايه وفي تسلل امامنا. حكم اللقاء الحكم الكيني، على فكره مدرس في جامعه جومو كينياتا، هذا الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم، الاسماء المميزه الغائبه عن النادي الاهلي طبعا في هذه المباراه، اسماء كثيره. وادي اما بيرسي تاو، هدف اول بيرسي تاو، ولكن امامنا هو لاعب نوتومبوي، فرصه كبيره لتاو. حضور الجماهيري رائع النهارده، سعداء بالحضور الجماهيري. كولر ورأسية الهدف الأول، رأسية الهدف الأول عبد القادر، ولكن حارس المرمى يتألق. رأسية عبد القادر وركنية ثالثة. ضغط أهلاوي 19 دقيقة، رأسية عبد القادر ويتألق حارس المرمى فاتح. اكرم توفيق مرة ثانية، عدى المرة دي، هجمة من اليمين المرة دي، محمد هاني عملها حلوة قوي. هاني يا وسام ابو علي، يا وسام ابو علي، كنا هنديك الوسام. عنده هدفين في مرمى البلديه وهدف في مرمى زد، وفرصه كبيره بتضيع امامنا. ادي وسام ابو علي مهاجم بيتحرك حلو قوي. لسه الخبره الافريقيه، تجاربه طبعا في الدنمارك وفي السويد واللاعبيه.
رقم 9 كرات العاليه الراسيه خطيره مصطفى شوبير. يا ولد يا ولد يا اوف يا ولد. تاجل الامر لاحقا ان شاء الله. عادي امامنا على طول الكرات العاليه، محاولات من جانب اللاعب اللي بيتحرك المره اللي بيبحث من خلالها امام دفاع منظم. بيعود كرات العرضيه وسام ابو علي، لكن ابو طويله بدار فاتي، ايديه طويله وطول فارع 2 متر 1 سم امامنا هو السنغالي. واحده من الكرات المهمه. اذا الاهلي لازم يلعب كرات بعيده. عبد القادر يا ولد، عبد القادر بانطلاقاته، عبد القادر عدى من اللاعب ايتوبو ولكن ركنيه. يا ولد يا ولد عبد القادر. احمد عبد القادر فاصل من المهاره، فاصل من الاداء المميز اللي شفناه لما سجل هدفين في مرادي. عبد القادر استلم حلو قوي يا ولد، حطها في المساحه. بيرسي تاو قصيره شويه الكوره لكن تطلع فر الحمايه. امامنا هو في مساحه خطيره. زيمانجا يا ساتر يا ساتر يا ساتر. زيمانجا قويه، اول كوره لكن بعيده عن المرمى ب4 5 ياردات، يعني زي كان موجودين في ملعب المباراه. كل بيتابع القلعه الحمراء ولكن الى خارج الملعب. طبعا في هذه المباراه دكه البدلاء. استلام محاوله هنا العرضيه، استلم حلو قوي وسام، ملعوب على طول كرة في المرمى لكن الى خارج الملعب. كرة تعدت مبكرة، كرة خطرة جدا ترجع لكن مصطفى شوبير يا ولد على الثقة. كرة خطيرة، كرة يملك تاريخ ويملك امكانيات. رامي ربيعة كرة برجله قالش الكرة ولكن حكم اللقاء امامنا هنا بيدي ركلة ركنية. جارية الحكم قلقتني الحقيقة، جارية الحكم قلقت. بالموريتاني الدولي ابراهيم كيتا يلعب ركنية خطرة جدا، خطيرة يا ولد يا اكرم يشيل كرة هدف خطيرة. الكرة اللي فاتت امامنا هنا من اللاعب اللي كان هيسجل زيمانجا، لكن يا ولد يا اكرم في الكرة دي. كرة بيرسي تاو مين اللي جاي من ورا. بيرسي تاو فرصة، بيرسي تاو ودي احمد عبد القادر يحييها مرة ثانية ولكن الى خارج الملعب. فرصة كبيرة الاهلي لازم يخلص. بص كرة حلوة يا ولد. عبد القادر من نجوم اللقاء، عبد القادر يجري بيرسي تاو اللي راح امامنا هو في هذه اللقطة، سجل في مرمى يانج افريكان في هذه النص 50 دقيقة. كرات العالية امامنا هنا. رامي كرة خطرة جدا تصل الى اللاعب كنزومبي خطيرة. يا ساتر هدف التقدم عن طريق اللاعب جويل بيا. هدف تقدم جويل بيا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 58. خطأ في التمركز الدفاعي، وسط امامنا فرحة من تيبي مازيمبي والهدف الاول في اللقاء عن طريق اللاعب جويل بيا. ولكن بص جمهور الأهلي، هدف من خطأ في الرقابة، خطأ في التمركز، والكرة امامنا اهو. بص الكرات العالية ادي امامنا رامي تصل على طول الى اللاعب كنزومبي. بص لحكم اللقاء في طريقه لإلغاء الهدف لانه واضح ان فيها مخالفة. بص هنا كرة امامنا اهو في غياب الغفلة، طبعا الرقابة غفلة دفاعية في غياب الرقابة هنا في اللقطة اللي فاتت. ضربة رأس حكم المباراة في طريقه لإلغاء الهدف والهدف ملغي. هدف ملغي. حلوة محمد هاني في ادوار هجوميه المره دي. هاني لكن ترتطم، ترجع مره ثانيه. بيرسي تاو على شماله. هي الله يا على الكوره. بيرسي تاو كورته ترتطم في ايد الحارس ثم في القائم امامنا ويلاقيها مره ثانيه. احمد عبد القادر عبد القادر يا ولد، عمل كرة حلوه قوي لعلي معلول، يلف علي العرضيه لكن التعامل مميز حتى الان. كان النيجيري اللاعب اوجستين توندي. الجمهور لم يتوقف وركنيات لم تستغل وهي جول اهلاوي عن طريق محمد عبد المنعم. موعد دائم مع الاهداف التاريخيه. محمد عبد المنعم يضع الاهلي في المقدمه. اتكلمنا على عدم استغلال الركنيات. محمد عبد القادر يعني احمد عبد القادر كان مميز. محمد عبد المنعم امامنا هو بيسجل دائما، سجل في الرجاء في 22 وسجل في المنستير والرجاء وسان داون، وهدف الاغلى في تاريخ الاهلي في البطولات الافريقيه طبعا مع هدف ابو تريكه في 68. كرة عالية هنا مصطفى شوبير. مصطفى على طول دون فلسفة يبعدها لكن لسه خطيرة. محمد هاني واو، هدف تاني يريح. بيرسي تاو زق كرة حلوة قوي، عدى بيرسي تاو ولكن كرة قوية ترتطم، تعود مرة تانية علي معلول جامد. المباراة نفس اللي حدث مع مانويل جوزيه من قبل، والنهارده ممكن يعني يصلوا للرقم القياسي اللي عند الترجي 20 مباراة متتالية دون خسارة. علي معلول فاول على علي
كرة على طول تصل الى الخطير كنزومبي بيلعبوا كرات عاليه. مصطفى شوبير في الوقت المتبقي عايز يعدي، عدى وسام واحده بالكرات والمهارات العاليه اللي بيظهرها لنا وسام، اللي بتجاوب على بعض الاسئله لبعض المشاهدين لماذا يستمر وسام ابو علي حتى الان في المباراه. الكعب المره دي، وحكم اللقاء عامل اوبستراكشن في اللقطه اللي فاتت مع امام مره ثانيه. امام الاستلام اللي طبعا يعني ما بين الترجي وما بين فريق نادي طبعا صن داونز. الله عليك يا وسام، الله عليك يا وسام. هذه يا معلول ملك الحلول، ولكن المره دي الحل من ابو علي، وسام ابو علي هنا اللاعب الفلسطيني اللي وضع هذه الكره